بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا مجموعة إن شاء الله ملاحظات وسلسلة أحاديث نتعلم فيها أحكام الصيام. الملاحظة الأولى: فمن شهد منكم الشهر. شنو شهد الشهر هذا؟ يعني شلون واحد يشاهد الشهر؟ يعني شهر ينشاف؟ لا، هنا بالقرآن كلمة المشاهدة لا تعني الرؤية، المشاهدة تعني الحضور. يعني من شهد منكم الشهر يعني شنو؟ يعني أنت كنت حاضر وموجود عند أهلك، مو مسافر، وإلا فصيامك يخضع إلى معايير أخرى. اليوم حديثنا وإياكم شنو الفرق ما بين حد الترخص والمسافة الشرعية. الأخوة الكرام، السفر أيام شهر رمضان المبارك إذا كانت المسافة 44 كيلو فأكثر، يعني ذهابا وإيابا 44 كيلو، الصيام هنا إلى أحكام كثيرة تناولنا فيها، وإن شاء الله نتناول الباقي. هاي شو يسمونها ال44؟ يسمونها المسافة الشرعية. يعني هاي الدور هنا ينطبق عليك أحكام المسافر. يعني قبل 44 كيلو، خلينا نقول مثلا طلعت فد 30 كيلو، طلعت الصبح رجعت بالليل 30 كيلو، روح رد يعني 15 و15. هل أنت هنا تصلي القصر؟ لا. هل تفطر؟ لا. إلا تزيد على 44 كيلو يلا تكون محكوم بالأحكام المسافر. هسه ايش يسمونها المصطلح؟ يسمونه المسافة الشرعية. نجي الدور إلى حد الترخص. اكو خلط يصير عند بعض الناس ما بين كلمة حد الترخص والمسافة الشرعية. حد الترخص ما له علاقة بالمسافة الشرعية. حد الترخص هو أن تخرج خارج سور المدينة، خارج سور المدينة. هسه مدينة ما لها سور اليوم، المدن مالتنا بعموم العالم ما لها سور. قبل هذا كان الكلام، ولكن المقياس عرفي. يعني شلون عرفي؟ يعني مثلا تطلع فوق من المحافظة اللي ساكنها، المدينة، القرية ساكنها، يعني بعد لا ترى الناس، لا ترى البيوتات، أو لا تسمع الأذان، لا تسمع الأذان. في سبيل المثال مثلا طلعت من الديوانية إلى بغداد، طلعت فد 5 كيلوات، معمل طابوق القادسية كمثال، وصلت هنا صار أذان الظهر، صار أذان الظهر حتى بدون أذان، مثلا بالتسعة بالعشرة. من وصلت معمل طابوق القادسية اللي يبعد عن الديوانية مسافة 5 كيلوات هنا، والصيام مالتك من حقك تفطر. اي من حقك تفطر، يعني بإمكانك تناول المفطر في هاي المسافة. ليش؟ لأن أنت قاصد. واضحة النية؟ واضحة المعلومة؟ يعني عن النية، عندك وضوح بالنية بين أنت وين رايح. راح تقصد 44 كيلو فأكثر، بغداد، الحلة، وين ما تريد تروح. هسه عرفنا حد الترخص، يعني لا ترى البيوتات ولا تسمع الأذان، فتشي عرفي، تطلع خارج المدينة، هو يعتبر هذا حد الترخص، الدور من حقك. زين بالرجعة شلون؟ مثلا رحت انت، طلعت الصبح الساعة 7 لبغداد، خلصت شغلك، رجعت، إذا وصلت للديوانية قبل أذان الظهر، قبل أذان الظهر تجدد النية، تقول أجدد نيتي الصيام هذا اليوم من شهر رمضان المبارك. أما إذا أذن الأذان عليك خارج الديوانية فصيامك باطل. يعني شلون؟ يعني وصلت إلى حد الترخص بالرجعة، أنت ظلت صايم، ما أفطرت يم معمل طابوق القادسية، ما أفطرت، ورحت صايم البغداد ورجعت، يم المعمل أذن، صيامك صحيح لو مو صحيح؟ لا مو صحيح. واضحة؟ ليش؟ العلماء يقولون إلا أن تدخل المدينة فعلا. يعني طبيت مثلا، خلينا نقول في طريق الديوانية السريع، يعني طبيت فعلا مثلا يم التسفيرات، طبيت يم النسر، يعني هاي دخلت فعلا، أذن الأذان عليك، صيامك صحيح. هذه النقطة. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم الصيام وقبول أعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.